في الفيديو السابق شرحت لكم كيف ولماذا تصنف سيارتكم ضمن حالة الخسارة الاقتصادية، واليوم سأشرح لكم كيف يتم تعويضكم في هذه الحالة. عندما تعلن السيارة في حالة خسارة اقتصادية، يبدأ الخبير أولاً بتقييم قيمة السيارة قبل الحادث، وهو ما يسمى القيمة السوقية. بعد ذلك، تقوم شركة التأمين بعرض السيارة المتضررة في المزاد، ويتقدم تجار الخردة أو المشترون المتخصصون بعروض أسعار حسب الحالة الفعلية للمركبة. دعوني أقدم لكم مثالاً بسيطاً كما اعتدنا دائماً. يقدر الخبير قيمة سيارتكم قبل الحادث ب100,000 درهم، وفي المزاد يقترح المشترون 70,000 درهم مقابل السيارة المتضررة. إذن يكون الفرق 30,000 درهم. في هذه المرحلة تمنحكم شركة التأمين خيارين: إما الاحتفاظ بالسيارة المتضررة والحصول على 30,000 درهم، أو التنازل عن السيارة لشركة التأمين والحصول على 100,000 درهم دون استرجاع المركبة. الأمر بهذه البساطة. الآن، عندما يذكر أمامكم مصطلح الخسارة الاقتصادية، ستعرفون كيف يتم احتسابها، والأهم من ذلك، ما هي الخيارات المتاحة أمامكم.